خدعوكِ فقالوا استخدمي الوصفة الثلاثية للتفتيح الفوري اللي عبارة عن البيتاديرم وسبوتلess وفير اند لافلي عشان تشوفي نتيجة تفتيح فوري وإلى ما لا نهاية. تاني حاجة وقايات الشمس دي فيها مواد سامة وما بيستخدمهاش إلا الناس اللي بشرتهم فاتحة وعايزين يحافظوا على درجة بشرتهم. استخدمي معجون الأسنان عشان تعالجي البثور السوداء وخصوصا اللي في منطقة الأنف. أما خامس حاجة لو أنت بشرتك دهنية ومليانة حبوب ففقعي الحبوب ونضفيها والعبي فيها عشان تتخلصي من الحبوب وبشرتك تنور. اختاري من الصنفرة والتقشير عشان بشرتك تبان كده منورة. ولو انت عروسه وفرحك قرب استخدمي حقن الجلوتاثيون علشان بشرتك تبقى ابيض وفاتحه كده. قطره العين بتاعه الجلوكوما استخدميها عشان تطولي رموشك. مساج الشعر بيوقع الشعر، خلي بالك. سيب الميه على وشك بعد ما تغسليه عشان هيرطبه. بقى بيقولوا لنا اشربوا الميه كتير، يبقى الميه اللي هنسيبها على وشنا دي حاجه غلط. ولو انت راجعه من بره وحاطه ميك اب وفرحانه بشكلك نامي بالميك اب، مش هيجرى حاجه. طبعا كل الحاجات اللي انا قلتها دي كارثه كبيره واوعي تعمليها نهائي. الخلطه السحريه بتاعه التفتيح الفوري دي كارثه كبيره لان ببساطه فيها كريم البيتاديرم وده عباره عن كورتيزون. مش هقول لك داخل فيه كورتيزون، لا، ده كورتيزون. في الاول هتحسي ان في احساس منفذ وطبعا انت حابه الاحساس ده، بس على المدى البعيد هيسبب ترهلات وهيسبب ان الجلد هيبقى رقيق ولدرجه ان الشعيرات الدمويه هتبان. مش بس كده، على المدى البعيد بشرتك هتبان اكبر من شكلها. فليه تستخدمي اصلا الوصفه دي؟ وخصوصا ان في كريمات تفتيح. لو انت حابه انك تفتحي بشرتك امشي على روتين وامشي على كريمات وهتوصلي للنتيجه اللي انت عاوزاها، بس باسلوب وطريقه صح. تاني حاجه واقيات الشمس لا هي فيها مواد سامه ولا بيستخدمها الناس اللي درجه بشرتهم فاتحه، لا، بكل بساطه احنا بنستخدم وقايات الشمس عشان تحمينا من التصبغات وعلامات تقدم السن. مش بس كده، لو احنا كمان عايزين نحافظ على درجه لون بشرتنا ليه لا، بس مش ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي زي ما قلت لك ان احنا نحافظ على بشرتنا ان هي ما تكبرش قبل اوانها. ثالث حاجه معجون الاسنان، ده كارثه كبيره. ازاي استخدم حاجه انا بنظف بيها اسناني واحطها عشان اشيل الرؤوس السوداء؟ ده من ضمن اصلا اسمرار منطقه حول الفم، هي ان ممكن احيانا المعجون يجي على المنطقه فينشفها فيعمل اسمرار، فانت ازاي هتعالجي بيه بثور سوداء موجوده في انفك؟ نعقل الكلام كده. اما بقى اللي بيقولوا لك كتري من الصنفره وكتري من التقشير، ده كارثه كبيره. احنا اصلا لما بنعمل تقشير لازم بنقعد مده معينه في البيت ما نتعرضش للشمس، وبعد كده لازم نخرج واحنا حاطين السان سكرين بتاعنا. فازاي انا عماله على بطال استخدم تقشير واستخدم صنفره لبشرتي؟ كل ده هيجهد البشره وهيعمل لها حساسيه، وحساسيه هتقلب بكوارث كتيره. اما لو عروسه وفرحك قرب وبيقولوا لك استخدمي حقن الجلوتاثيون، هي اصلا غير مصرح بيها من الاف دي اي، فازاي تستخدمي حاجه هو اصلا استخدامها مش لكده؟ كمان ممكن تسبب كوارث لا قدر الله للكبد والكلى والغده الدرقيه. فانت عروسه فعايزينك تفرحي. اما بقى اللي بيقولوا لك مساج الشعر بيوقع الشعر، دي حاجه غلط تماما. مساج الشعر انا بزود الامداد الدموي للفروه وده هيحسن من الدوره الدمويه وهيقلل التساقط وهيخلي شعرنا يطول ويبقى كويس. وتقدري تعملي المساج بمجموعه زيوت تكون مناسبه لنوع وطبيعه شعرك. نقطه ان انت تلعبي في الحبوب لو بشره دهنيه دي حاجه كارثه كبيره. لو انت حابه الحبايه اللي موجوده في بشرتك تعمل فرح كبير اعملي كده، لان ببساطه لما بنلعب في الحبايه ده هيخرج البكتيريا والميكروبات اللي فيها وتبتدي ان هي تنتشر على باقي البشره، واكيد احنا مش حابين يحصل كده. واخر حاجه ما ينفعش نسيب الميه على بشرتنا، ده مش هيسبب لها ترطيب ولا حاجه، ده بالعكس هيسبب اكزيما وهيسبب جفاف اكتر في البشره. الميه صح ان احنا نشربها بس مش صح ان احنا نسيبها على بشرتنا ببساطه، لان بيكون في فطريات طبيعيه موجوده على البشره لما بتلاقي ميه ده بالنسبه لها ميديا وخيرات الله، فتبتدي تنتشر اكتر واكتر وتسبب الكوارث بتاعتها. اخر حاجه القطرات المخصصه للجلوكوما، هي فعلا وجدوا ان هي بتطول رموش العين كاثار جانبي، بس معقوله نجيب قطره بتستخدم لسبب علمي واحطها عشان اطول رموشي؟ ليه؟ هي المنتجات اللي كانت موجوده في السوق اثرت معانا في حاجه؟ وفي نهايه الفيديو حابه اقول نصيحه بسيطه، مش اي حاجه نسمعها نطبقها من غير ما نتاكد من صحتها. وبكده يكون كلامنا خلص في فيديو النهارده، وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير.